السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتفضلوا معانا الكيكة أم بيضة واحدة بس. تعالوا نشوفوا المكونات. تعالوا نسمى ونصلي على الرسول ونبتدي. معانا بيضة واحدة بس. تعالوا نشوف المكونات. هنضربهم كلهم في شفشق الخلاط. كوباية سكر على كوباية لبن على كوباية زيت. هنضرب كل عليهم نص مج من الكاكاو الخام. هنضرب كل المكونات بتاعتنا السهلة البسيطة دي وتعالوا نشوفوها. بعد ما ضربناها زي ما انتم شايفين الخليط بقى تقيل، وخدنا منيه كوباية الا ربع، يعني كوباية الا ربع كده، وسيبناها على الجنب وحطينا الباقي زي ما انتوا شايفين. هنحط البيضة وهنحط المكون بتاعنا وهو الفانيليا، وهنضرب كل المكونات دي كده زي ما انتوا شايفين، ونقلب كل المكونات بتاعتنا. كنت نخلة دي الأول، تنخليه مرة واتنين وتلاتة. ومعانا مكون سحري هيساعد ارتفاع الكيكة، علشان الكيكة ما فيهاش غير بيضة واحدة بس، فعايزينها ترتفع وتبقى مرتفعة. هو مكون جميل جدا وموجود معانا في كل بيت. هنحط كوباية من الدقيق، المج بتاع الدقيق بتاعنا، وهنحط مج إلا ربع من النشا. هو ده المكون اللي هيساعد على ارتفاع الكيكة بتاعتنا. ونحط لها رشة ملح، وهنقلب كل الكلام ده على البارد. لو معايا لحد دلوقتي ومعانا الباك والشيف كيك او البيكنج باودر، لو معايا لحد دلوقتي ما دوستش لايك، يا ريت تدوس لايك، واشتراككم للقناة بيفرحني وبيسعدني، وكومنتاتكم بصراحة بتفرحني. شكرا ليكم، شكرا لمشاهدتكم. نقلب كل المكونات دي على البارد، وتعال نشوف هنعمل ايه تاني. كده انا رشيت الملح، نسيت الملح في الاخر وحطيت رشة الملح السنة. بس كده قلبنا كل مكوناتنا الحلوة الجميلة دي. ومعايا الصينية بتاعتي، حطت لها مسحة سمنة كده ورشة دقيق، وهنصب الخليط بتاعنا كله. زي ما انتوا شايفين الكاكاو بتاعي طلع لونه فاتح، مش الكاكاو الاسباني المر. بيبقى فيه كاكاو يا جماعة فاتح وكاكاو غامق. العطار اداني الكاكاو اللي لونه فاتح، صراحة ما كانش موجود غيره هو، فقلت برضو مش هيوقفني ولازم اعمل كيكة بالشوكولاتة، ونعملها حتى لو ما فيهاش بيض هنعملها برضو. حطينا كده الصينية مسحة كده من السمنة على رشة دقيق، ونحط الخليط بتاعنا. شايفين الخليط بتاعنا ما شاء الله كتير، يعني الكيكة بتاعتنا ناجحة ومضمونة 100%. ان شاء الله. كده ولعت الفرن بتاعتي على درجة 180، وهنحط الخليط بتاع الكيكة بتاعنا، وهنكون كده اول ما تستوي نطلعها على طول ونختبرها بخلاع او بسكين. كده استوت معايا وانا شفتها وطلعت ناجحة. وكده استنيتها بعد ما طلعت كده تهدى شوية، وهنصب كل الخليط بتاعنا اللي هو الكوباية الا ربع من المكون الاول، اللي هو الصوص بتاع الشوكولاتة اللي احنا ضربناه الاول في الخلاط. هنحط المكون بتاعنا الجميل اللي هو فعلا بتحسي انت بتاكلي كيكة الشوكولاتة جميلة بالصوص بتاعها. نفرد كده الصوص بتاع الشوكولاتة، ونسيبها شوية تهدى، ونزينها. عندك فواكه زينها بالفواكه، ما عندكش فواكه كده حلو وكفاية خالص. يعني ما تكلفيش نفسك كده بالصوص والكيكة، وطالما ناجحة ومظبوطة هتطلع معاكي زي الفل وطعمها زي العسل. معايا شوية جوز هند كده، ورشيت عليها شوية جوز الهند، وسبتها تشرب من الصوص بتاعها، وسبتها شوية، وبعد كده قطعتها. و ودي كانت النتيجة بتاعت الكيكة اللي هي أم بيضة واحدة بس. يعني ما توقفيش نفسك، كلي على طول كيكة وانت مغمضة عينك. كده الكيكة جاهزة. حطيت لها شوية جوز هند وبس كده. نقطعها ونشوف. كانت معانا أحلى كيكة وأجمل كيكة وأخف كيكة. ويا ريت تكوني استفدتي من الفيديو بتاعنا، ويا ريت يكون ممتع وتكوني مبسوطة من الفيديو إن شاء الله. خلصنا الكيكة بتاعتي قطعتها، فكان لازم اوريكم الارتفاع بتاعها، اللي هي الطبق. يعني بيضة واحدة بس هتعمل صينية كيكة. عملنا صينية كيكة ببيضة واحدة بس. يعني من السهل والاقتصاد بتاعنا نقدر نعمل اي حاجة يا جدعان في اقل وقت ومن غير اي تكاليف. اهي ادي ارتفاع الكيكة بتاعتنا، وام بيضة واحدة بس زي ما انتوا شفتوا حضراتكم، وكانت جميلة زي ما انتوا شايفين.
وعملناها ناجحة وكانت طعمها تحفة، ويا ريت تقومي بسرعة وتجربيها، وحل كده وحل لنفسك وحل لولادك. ويا ريت اشتراككم وإعجابكم ده يفرحني ويبسطني. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.